السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير. في فقرتنا قصة منها نستفيد، نسمع قصة فيها الفائدة ومضحكة نوعا ما. هذا في أحد الأخوان تقريبا في مكة، كان يسمع ضجيج في البيت شديد جدا، يعني يزعجهم حتى أنهم لا يستطيعون النوم بسببه. أصوات شديدة شديدة جدا، فحاول عدة محاولات والظاهر أنها باءت في الفشل يعني، وهو من يسلك طبعا الطرق الشرعية التي سنذكرها في نهاية القصة بإذن الله. المهم ذكر له أن أحد السودانيين، أحد الإخوان السودانيين، تحية لأهل السودان، يعني عنده المقدرة بأن يحل هذه المشكلة. أعطاه أحد الأشخاص الرقم واتصل السوداني وأعده في مكان ما، وأتى بالسوداني إلى البيت. المهم قال له السوداني وفي زول بتسمع أصوات شديدة قوي، شديد، صوت شديد مزعج، ولكن خليك راجل ما تخاف، ما تجي تعمل لي إزعاج، انتظر حتى تهدى الأمور. مهما سمعت من الأصوات لا تحدث فوضى، خليك متماسك حتى كمان ما تخوف أهلك. اتفقنا يا زول؟ قال له صاحبنا اتفقنا. قال له خلاص انت انزل تحت، مجرد ما تسمع ان هذا الوقت يعني الاصوات هديت والوضع صار طبيعي، ممكن تطلع لي فوق. ان شاء الله دايرين نسحب الاذى كله باذن الله. طبعا الرجل نزل عند اهله تحت، وما مرت نص ساعة كذا أو قريبا منها إلا والأصوات والله بدأت تظهر أصوات مزعجة جدا، أقوى من الأصوات التي يسمعونها واعتادوا عليها من قبل. المهم وتزداد الأصوات وهو متماسك، والظاهر أنه شرح لأهله الوضع، يعني خليك متماسكة. والأصوات كل ما لا تزيد مرعبة، أصبحت مرعبة يعني بشكل لا يطاق. يقول تحملت، وفجأة هدي الوضع وفرح. الظاهر انه فرح، طلع فرحان فوق بيشكر الزول على الخدمة اللي قدمها له. يقول مجرد ما فكيت الباب الشقة وبسلم عليه اللي ألقى السوداني متمدد على الأرض ودمه يخر من أنفه، طايح كأنه جنازة. ايش بيك يا زوج؟ ايش بيك؟ سلامات. ما هو قادر يتكلم. والظاهر انه قرب ينهي وضعه، هو ما ينهي وضع الجن. المهم قال لي يا زول داير امشي بيت. اخذه وصله البيت، قال له اسمع يا زول، رقمي ده داير تمسحه، ما داير تتصل علي نهائيا، والشغل معاك ذاته ما لي رغبة فيه. اتفقنا يا زول؟ مع السلامة. في نهاية القصة طبعا ايش الفائدة منها؟ الرجل هذا هداه الله لم يطرق الطرق الشرعية، هو انه قام بإزالة الصور والتماثيل من الشقة، وعدم تشغيل الأغاني، وقراءة سورة البقرة أو تشغيلها في جهاز التسجيل، والأذان كمان في الشقة، يعني شيء ضروري جدا. بإذن الله ينتهي الوقت، يأخذ يمكن مدة كذا وينتهي. أتمنى أن تكون نالت استحسانكم ورغت لمسامعكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.